مدحت شلبي يكشف خطة الأهلي لخطف صفقة الزمالك المنتظرة. وكان من الممكن نكسب الأهلي 6. تعليق مثير من جمال عبد الحميد على إخفاء كرات مباراة القمة. 15 مليون جنيه زيادة وإلغاء نسبة المشاركة. الأهلي يقترب من التجديد لثنائي الفريق. دوري أبطال إفريقيا تاو. مباراة مازيمبي صعبة والأهلي قادر على التعامل مع أجواء المباراة. السلام عليكم متابعينا الكرام وأهلا بكم. أتمنى في البداية تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وحصري. كشف الإعلامي مدحت شلبي عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. كريم العراقي ينتهي تعاقده مع المصري بنهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب تجديد عقده مع النادي البورسعيدي لرغبته في خوض تجربة جديدة الموسم المقبل. وكان اللاعب وقع على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك في يناير الماضي، ولكن فشل مسؤولي القلعة البيضاء في حسم الصفقة الأبيض في التعاقد معه في نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر. قال مدحت شلبي في تصريحات ببرنامج مساء الأنوار الذي يقدمه عبر قناة MBC مصر: الأهلي يسعى للتعاقد مع كريم العراقي وفي الميركاتو الصيفي المقبل. جمال عبد الحميد طلع وقال تصريح غريب وعجيب، قال لك على إخفاء الكرات من الأهلي. قال لك لو يعني الأهلي كان ممكن يتهزم بنتيجة 6-0 وكان ممكن ياخد نتيجة كبيرة، وحظه إن الأطفال كانوا بيخفوا الكرات. يعني تعليق مثير، تعليق مش محترم، تعليق ملوش أي لازم من لاعب كرة قدم سابق. 15 مليون جنيه زيادة واقتراب نسبة المشاركة. الأهلي يقترب من التجديد لثنائي الفريق. قال الإعلامي أمير هشام إن عمرو السولية لاعب فريق وسط الأهلي لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يجدد عقده مع الفريق لمدة موسم واحد خلال الفترة المقبلة. وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع عمرو السولية على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، ولكن سوف يتم تقديره نظرا لمسيرته مع النادي. وأضاف أمير هشام: الأهلي سوف يقدر اللاعب بشكل كبير وسوف يمنحهم في موسمه الأخير بمبلغ 15 مليون جنيه مع إلغاء بند نسبة المشاركة واستثناءه من هذا الأمر تقديرا لما قدمه طوال ارتداءه لقميص الفريق. واختتم محمد هاني ظهير أيمن: الأهلي سوف يوقع عقد جديد أيضا مع إلغاء بند نسبة المشاركة، خاصة أن هناك بند يسمح بإلغاء النسبة حال تخطي اللاعب 300 مباراة مع الفريق، وهو ما يتوافر في الظهير الأيمن الذي يقترب بشدة من التجديد. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي في مباراته القادمة إن شاء الله. شكرا لكل إخواتي وحبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.